الخير عليكم يا رب، كلكم تكونوا بألف خير. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، ودايما يا رب كده في أيام حلوة وجميلة، وتكونوا دايما كويسين وبخير وصحة. أنا معاكم، اسمي نرمين رزق. أنا اللقب بتاعي جوه أوريفلام سفاير دايركتور، وده رابع لقب من ألقاب أوريفلام. اللي بيحقق اللقب ده بيقدر ان هو يحصل على شيك بقيمة 4000 دولار، ودلوقتي العملة اتغيرت بقت بالجنيه. لو حققتي اللقب ده بتكوني بتاخدي شيك ب100,000 جنيه. انا بدأت اوريفلام من 4 سنين. هتكلم معاكم شوية عن بدايتي جوه الشركة، ازاي بدأت، ازاي قدرت اطلع المستويات، وهشرح لكم ايه هي المستويات. هتكلم معاكم عن شركة اوريفلام وليه تشتغلي معاها، وازاي ان انت ممكن تعملي منها الارباح او الارقام اللي احنا بنتكلم عنها دي النهاردة. البداية خالص، انا حد عادي جدا جدا زي اي حد فيكو هو بيدور على شغل. كنت بشتغل قبل اوريفلام في وظيفة، كنت بشتغل مدرسة في حضانة. الكلام ده من حوالي 14 سنة. اشتغلت 10 سنين في الوظيفة دي. طبعا مواعيد ثابتة، مفيش حاجة اسمها استئذان، مفيش حاجة اسمها غياب، مفيش اي اعذار نهائي، ممنوع. غير طبعا الخصومات، غير ان انتي بتتعبي جدا ومش بتتكرمي، او مش محدش بيقولك شكرا على اي حاجة انتي بتعمليها. كانت حياتي روتينية جدا. كنت عندي مشاكل مادية كبيرة، ان انا مامتي كانت بتتعالج من فيروس سي، وكان عندها غدة وعندها سكر. وانا طبعا والدي متوفي، وانا ما كنتش متجوزة، فكنت مسؤولة عن المصاريف، ان انا اجيب لها العلاج واصرف على نفسي، والموضوع كان معايا صعب جدا ماديا، وما كانش المرتب مكفي، لان انا كنت بقبض 1500 جنيه في خلال ال10 سنين. يعني انا اول مرتب ليا كان تقريبا 300-400 جنيه، في ال10 سنين وصل ل1500. ودي حياة الموظفين الروتينية العادية، او يعني القبض العادي، اللي هي كل سنة بتزيدي 10% من الاساسي بتاعك. فمهما تعدي سنين مش هتكوني بتوصلي الارقام مثلا 4000 او 10000 جنيه. فكنت تعبانة ماديا جدا، وكنت بدور على فرصة شغل تانية جنب شغلي جوه الحضانة. وبالفعل اشتغلت في مخزن أدوية، كنت بورد أدوية للصيدليات، كنت بشتغل تيلي سيلز. ده كان بشتغله من الساعة 5 لحد الساعة 10 بالليل. بمسك تقريبا 5 تليفونات، برد على الدكاترة، باخد الاوردرز بتاعتهم، وباخد 1000 جنيه مرتب. يعني كنت بشتغل شغلانتين عشان اقدر ازود دخلي او اقبض كويس. في الاخر من الصبح، من الساعة 8 في الشارع لحد 10 بالليل، وفي الاخر مرتبي كان حوالي 2500 جنيه. طبعا مصاريف البيت ومصاريف ماما ومصاريفي الشخصية، فما كانش المرتب بيكفي لحد تقريبا قبل اخر الشهر باسبوع. ما كانش بيبقى معايا فلوس حتى ان انا اقدر اجيب. الحياة كانت صعبة جدا جدا معايا، وكنت عندي اكتئاب، وكنت تعبانة جدا، ان انا بعمل مجهود كبير من الساعة 8 الصبح ل10 بالليل، مجهود كبير ووقت طويل جدا، وفي الاخر انا مش باخد يعتبر حاجة تكفي حتى احتياجاتي واحتياجات امي. بالصدفة انا لقيت وانا ماشية في الشارع رايحة الشغل الصبح اعلان على النت: تقدري تشتغلي جنب شغلك، تقدري تشتغلي جنب دراستك، شغل اونلاين، مرتبات تصاعدية بتوصل ل6000 جنيه. الاعلان شدني جدا. حسيت ان دي فرصة ربنا بيبعتها لي، ان انا فعلا ابدأ ازود دخلي في حاجة كويسة. ما شكتش لحظة واحدة ان ممكن يكون ده كذب او نصب. اكيد الشخص اللي بينزل ده هو واثق في اللي بيعمله. طبعا بدأت ان انا ابحث، ما ينفعش برضو ان انا ادخل حاجة من غير ما ابقى فهمها. بحثت على جوجل عن شركة اوريفلام، دخلت سألت البنت عن التفاصيل، بعتت لي شرح الشغل،
عجبني جدا 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 النظام بتاع المستويات، وان انا ببدأ اكبر، لان انا كان نفسي جدا ان انا اكبر في حاجة، ان انا اعمل مجهود والاقي مقابل ليه. احنا كده كده بنتعب يا جماعة، بس تعب بتقدير وبمقابل، دي حاجة حلوة. لكن تعب من غير مقابل ومن غير تقدير دي حاجة كانت صعبة جدا، وانا عشتها وجربتها من عمري 10 سنين. الحياة كانت صعبة جدا جدا معايا، وكنت عندي اكتئاب، وكنت تعبانة جدا ان انا بعمل مجهود كبير من الساعة 8 الصبح ل 10 بالليل، مجهود كبير ووقت طويل جدا، وفي الاخر انا مش باخد يعتبر حاجة تكفي حتى احتياجاتي واحتياجات امي. بالصدفة انا لقيت وانا ماشية في الشارع، عجبني قوي ان انا هقدر اعمل الفلوس اللي انا عايزاها. يعني سيستم اوريفلام او سيستم الشركة او العمولات بتاعت الشركة، هو بيقولك انت بتختاري المرتب اللي انت عايزاه. انت عايزة اول شهر يكون مرتبك 700 جنيه، حققي مستوى 9%. انت عاوزة تاني شهر تبقي مرتبك 1500، حققي 12%. طب انت عايزة في خلال 6 شهور تقبضي 6000 جنيه، حققي مستوى 18%. بتلاقي ان انت بتقدري تتحكمي في الفلوس اللي انت عايزة تعمليها، مش مرتب ثابت مهما تعبتي ومهما اشتغلتي ومهما بذلتي مجهود انت اخرك 2000 جنيه او اخرك 3000 جنيه. لا، في اوريفلام العكس، كل ما انت اشتغلتي واستمريتي وبذلتي مجهود والفريق بتاعك كبر واشتغلتي على ده، كل ما انت بتطلعي وبتكبري. وده فعليا اللي حصل معايا. انا بدأت اول شهر ليا اخدت 267 جنيه. اشتغلت على تجميع الاوردر بتاعي، ال100 نقطة الشخصية بتاعتي من احتياجاتي انا الشخصية انا واخواتي، خلصتها. بدأت بعد كده اشتغل على الفيسبوك، انزل اعلانات واشتغل مع الناس واشرح لهم تفاصيل العضوية وازاي البيزنس بتاع اوريفلام وازاي تقدر تنجح جوه اوريفلام. وكونت التيم بتاعي اول شهر في حوالي 60 بنت اشتغلوا معايا، دخلوا معايا سجلوا، بس اللي فعليا عملوا اوردر وكانوا عندهم نشاط او اكتف كانوا حوالي 4 بنات. فقدرت ان انا اطلع مستوى 6% من اول شهر شغل، وقدرت ان انا اعمل مرتب 267 جنيه. طبعا اي حد فيكو في البداية هيقول لا، ازاي هشتغل شهر كامل وهاخد مرتب صغير؟ نظرتي ما كانتش ان انا هاخد الشهر ده كام، كانت نظرتي ان انا بعد 6 شهور هكون بقبض 7000 جنيه. وده انا قعدت 10 سنين بحث عشان اخده، ما اخدتوش. فان انا اخده في 6 شهور دي حاجة عظمة جدا جدا جدا. حسيت كمان ان انا في خلال اول سنة بس من شغلي اقدر اوصل مش بس ل6000 جنيه، اقدر اعمل 10000 و12000 جنيه. وده فعلا اللي حصل. انا في خلال 12 شهر بالظبط شغل جوه اوريفلام، بعمل الاوردر بتاعي بسوقه لاقرب الناس ليا، باخد خصم 23% مكسب، وباخد هدايا على كل نقط بعملها. بدخل اعضاء وبكون تيم. انا في خلال 12 شهر بالظبط من جوه بيتي وسط ولادي، قاعدة معززة مكرمة، مش بنزل، مش بتمرمط في المواصلات، مش بدفع تقريبا نص مرتبي مواصلات واكل وشرب بره، مش بنزل في حر وصيام، مش بنزل في شتاء وسقعة. وفي خلال 12 شهر عملت مرتب 12170 جنيه. وده طبعا متوثق من خلال الابليكيشن بتاعي، وهبعت لكم اسكرين دلوقتي بالمرتب ده. هتقارنوا من شهر 2 2018 لشهر 2 2019، المكافأة من 267 جنيه ل 12000 جنيه. دي الحاجة اللي انتي محتاجة تبصي عليها جوه اوريفلام. لما تيجي تقولي بسم الله كده انا هبدأ شغل في اوريفلام، لازم تكوني شايفة مستقبلك معاها. انتي مش داخلة سبوبة ولا داخلة تعملي شهر شغل وتشوفي الدنيا هتمشي ازاي. لأ،
انتي بتبني مستقبلك، مستقبل لولادك. اوريفلام فيها حاجات كتيرة جدا، انا بسميها كده صندوق الاحلام. من وانا بحلم بمرتب 6000 جنيه، الحمد لله الحمد لله توفيق من عند ربنا، انا بقالي 4 سنين قدرت احقق شيك ب$1000 و2000 و3 و4. يعني مجموع الشيكات اللي اخدته من اوريفلام في ال4 سنين $10,000. مش بس كده، انا قدرت ان انا اساعد بنات كتير جدا تعمل مرتبات شهرية من 500 جنيه ل 7000 جنيه جوه اوريفلام. وكل ده برضو موجود ومتوثق بالسكرينات من الابليكيشن. وطبعا الابليكيشن ده هيكون عندك على الموبايل بتاعك، وبتستلمي الكود يوم 1 في الشهر بإذن الله. دي نبذة صغيرة عن الريفيوهات وعن النتائج اللي بتعملها منتجات الشركة بتاعتنا. المنتجات بتاعت اوريفلام هي منتجات علاجية، يعني انتي مش هتشتري مجرد منتج وخلاص، لأ، انتي بتحضري معانا كورسات تدريبية وتعليمية عن البشرة، انواع البشرة، روتين العناية بالبشرة، ازاي اعالج الحبوب، ازاي اعالج النمش، البقع، الكلف، الغمقان، الشعر المتقصف، الشعر الهايش، الشعر التالف، الشعر اللي فيه قشرة، كل مشاكل البشرة والشعر والجسم، جلد الوزة، الأماكن الغامقة في الجسم، الجلد الميت، الوش الناشف، كل المشاكل اللي ممكن تتخيليها في البشرة أو في الشعر أو في الجسم هي ليها روتين عناية وليها علاج جوه اوريفلام متجرب على بشر متطوعين مش على حيوانات. الشركة بتتسوق منتجاتها في مصر بقالها 25 سنة، وده سوق حلو جدا، براند عالمي. اوريفلام متصنفة على جوجل، لو دخلتي بحثتي عن تصنيف اوريفلام هتلاقيها رقم 2 على مستوى العالم. منتجات اوريفلام موجودة بتتوزع في 62 دولة في العالم، يعني مش بس احنا في مصر بنستخدمها، لا، في ناس في العالم كله في 62 دولة. فيها 3 مليون مستشار، يعني أعضاء زينا كده حوالين العالم. فأنتي أولا هتشتغلي مع شركة كبيرة، شركة ليها تاريخ، شركة ليها كيان، مش لسه شركة بتبدأ أو لسه بتفتح فأنتي خايفة تبدأي شغل معاها النهاردة بكرة تنصب أو تقفل. لا، الشركة موجودة وليها كيان كبير جدا، عدى عليها ثورة، عدى عليها كورونا، عدى عليها حاجات كتير جدا، هي ثابتة مش بتتغير، بتعرف توفر المنتجات بتاعتها للأعضاء، بتدي شيكات، بتدي مرتبات متضاعفة، وهي المستويات بتقدري تحققي المستويات دي زي سلالم، بتطلعي كل شهر سلمة على حسب تركيزك وعلى حسب ان انتي بتتعلمي وبتسمعي الاجتماعات هنا معانا، على حسب انتي بتتواصلي مع الراعي بتاعتك وبتعلمك كل حاجة. لو اشتغلتي على المستوى وفعلا عملتي الخطة بتاعته وحققتيه فانتي كل شهر بتعرفي تطلعي مستوى جديد. ركزي بس معانا هنا في المعلومات اللي احنا بنقولها لك، مش بس تاخدي معلومات، تطلعي تطبقي الخطوات اللي هنطلبها منك علشان تكوني بتعرفي تحققي نتائج ومستويات معانا. ده طبعا صور حية متاخدة من لايف من السويد، ده المصنع بتاع الشركة في البلد الأم للشركة من السويد. طبعا انتوا شايفين في دكاترة هي اللي بتشرف على صناعة المنتجات، معامل حاجة كويسة جدا. بصوا تقنيات حديثة، في صورة من الصور فيها النباتات والأخشاب اللي بتتكون منها المنتجات كلها طبيعية بنسبة 100%، فاش أي كيميكال خالص. المنتجات كلها بتتصنع من خلايا جذعية نباتية، المنتجات من مستخلصات الأشجار، من مستخلصات الفاكهة، حتى السكرابات والمقشرات اللي في الشركة كلها مستخلصات طبيعية من النباتات ومن الأشجار.
طيب دلوقتي هنتكلم عن المميزات اللي انا هشتغل اوريفلام علشانها، وليه اختار اوريفلام ما اختارش اي مكان تاني. كلنا طبعا بنشتغل علشان محتاجين فلوس، محتاجين نكون ماديا مرتاحين. طيب انا ماديا مرتاحة، بس انا بحلم ان انا اجيب عربية بس امكانياتي مش سامحة. تقدري جوه اوريفلام تعملي ده. طيب انا نفسي اجيب شقة جديدة في مكان كويس. انا نفسي اودي ولادي مدارس احسن. انا بحلم ان انا اغير حاجات في الشقة، ديكور الشقة، اجيب تلاجة، اجيب غسالة. مهما كانت هي احلامك او اهدافك بتقدري تحققيها جوه اوريفلام. اوريفلام فيها عالم مليان بحاجات كتيرة جدا ومميزات كتيرة جدا، علشان كده مش هتلاقي كل المميزات اللي انا هتكلم عنها دي جوه اي مكان تاني غير اوريفلام. اول حاجة بتستفادي بيها من اوريفلام او ميزة قوية جدا جوه اوريفلام هي المنتج بتاعها. منتج اوريفلام منتج مستورد طبيعي 100% علاجي لأي مشكلة في شعرك أو بشرتك. منتج استهلاكي سهل تسويقه. مفيش حد ما بياخدش شاور، مفيش حد ما بيستخدمش صابونة، مفيش حد ما بيغسلش شعره بشامبو بلسم، مفيش حد مش بيحط رول اون مزيل عرق، مفيش حد مش بيستخدم كريم لبشرته، مفيش حد ما بيحطش كحل أو كريم أساس حتى لو في المناسبات، مفيش حد ما بيحطش برفيوم. دي كلها منتجات أساسية في البيت واستهلاكية زيها زي الأكل والشرب. أنا باكل واشرب، أنا بستحمى، أنا بحط مزيل عرق، أنا بغسل شعري. فالمنتج أو التارجت بتاعك سهل جدا جدا تحقيقه لو قسمناه عليا أنا و3 أشخاص. يعني أنا لو اشتغلت على مشاكلي أنا الشخصية وأخدت 30 نقطة ليا، وجبت 3 أشخاص قريبين مني جدا واديت لكل حد فيهم 30 نقطة، هكون عملت فوق 100 نقطة كمان. فال100 نقطة الشخصية اللي مطلوبة منك دي تارجت سهل جدا وبتقدري تحققيه من أقرب الناس ليكي ومن احتياجاتك، ومش بتاخدي أي حاجة وخلاص. لأ، انتي بتاخدي منتج علاجي، يعني بتشوفي مشاكل اللي حواليكي وبتديهم المنتج المناسب لحل مشاكلهم. مش بياعة، انتي مستشارة في اوريفلام، مستشارة تجميل. تاني ميزة تشتغلي اوريفلام علشانها هي ان الشغل من المنزل. يعني مش مضطرة حضرتك تنزلي وتسيبي ولادك. لكل ست بيت هي عندها مسؤوليات، عندها ولاد ما تقدرش ان هي تسيبهم، تقدرش تنزل شغل برا، هتودي ولادها حضانة او مش هتلاقي حد يجيبهم من المدرسة. جوزها منعها ان هي تنزل تشتغل في الشارع، او هي اشتغلت كتير وتعبت وحبت ان هي تغير الكارير بتاعها. فميزة كبيرة جدا جوه شغلنا وهي ان الشغل من البيت، الشغل من عن طريق التليفون. يعني انتي تقدري تشتغلي في اوريفلام وتكبري فيها، بس كل اللي محتاجاه ان انتي يكون معاكي موبايل كويس ونت كويس، وتكون عندك استعداد تتعلمي، لان احنا شغلنا محتاج تعليم، محتاج ان انتي يبقى عندك خبرات كتير لازم تكونيها جوه خطوات الشغل، وده بتتعلميه عن طريق ان انتي بتسمعي الاجتماعات اللي احنا بنعملها. فميزة كبيرة جدا ومناسبة لكل ست بيت او كل بنت مش حابة تنزل وتتمرمط في الشارع، او كل حد جرب شغل قبل كده وما كانش بيديله نتيجة. زي مثلا انا لما جربت الوظيفة 10 سنين ما كنتش قادرة اخد منها نتيجة. طيب الشغل ده ما فيهوش مدير، ما فيش حد هيقف على راسك ويقولك لو ما جيتيش هيتخصملك، لو ما اشتغلتيش النهاردة هيتخصملك، لو ما اشتغلتيش الشهر ده هتترفدي من الشركة. مفيش مدير يقولك انا مش عاجبني شكلك النهاردة فانا هخصملك. مفيش اي حاجة من الحاجات دي. انت عندك تيم، عندك راعي، عندك ليدر، عندك مانجر، عندك دايركتور. الناس دي كلها هي بتدربك وبتساعدك على النجاح، لكن مش بتضايقك او مش بتعنفك او مش بتخصملك. ميزة برضو مهمة جدا في شغل اوريفلام وهي ان مفيش مواعيد ثابتة لشغلك، ودي ازمة كبيرة جدا بيقابلها كل الناس الموظفة، ان هي لازم تنزل في ميعاد وتوصل في ميعاد وتمضي حضور
وتمضي انصراف وما فيش اجازات غير في وقت الاجازة المعروف. انتي جوه اوريفلام عندك مرونة في المواعيد، تقدري تشتغلي مثلا 3 ساعات الصبح، بين كل ساعة والتانية تاخدي فاصل مفيش مشكلة وتشتغلي كمان 3 ساعات بالليل وهكذا. ففي مرونة في المواعيد حلوة جدا، ودي هتكون مناسبة لكل ست برضو عندها مسؤوليات. انا زيكو، انا ام لطفلة صغيرة عندها 1 و9 شهور، بنسنن بنتعلم البوتي، متعبة جدا، وبعرف اشتغل، بعرف اعمل اكل، بعرف اعمل غسيل، انظف البيت، بعمل كل مسؤوليات بيتي، في نفس الوقت براعي شغلي وبنجح في شغلي وبعمل فلوس وبساعد في البيت مع جوزي، لان الحياة دلوقتي صعبة. ما ينفعش ان انا اكون ربنا خلقني وعندي امكانيات واقدر اتعلم حاجة واكون معتمد على شخص واحد هو اللي يصرف. دلوقتي الوضع صعب، الوضع محتاج ان انت تساعدي في البيت ويكون ليكي دخل شهري بتعمليه لنفسك، تجيبي فيه بيه حاجة لنفسك، ما تضغطيش على جوزك في المصروف بتاعك. عندك فرصة ان انت تستغلي وقتك بدل ما تقعدي على النت وتقعدي على الفيديوهات وتتفرجي على حاجات ملهاش لازمة. اتعلمي ان انت تدخلي فلوس من الفيس ومن النت. تعالوا نتكلم شوية عن الفلوس وعن المكافآت وعن تدريج المستويات جوه اوريفلام. وزي ما انتوا شايفين انتي بتتدرجي في الخطوات وبتطلعي المستويات تدريجي لعمولة كبيرة جدا في مستوى 21%. ما ينفعش تبصي على اول سلمة واول خطوة وتقولي لا دي صغيرة او قليلة. خلي عندك طموح وخليكي حد شايف بكرة هيكون شكله ايه مع اوريفلام. دايما الشخص اللي بيبص تحت رجله ما بيعرفش ياخد اي حاجة، لكن الشخص اللي بيبص على مستقبله، انا كمان كام شهر هشتغل فيهم هكون بقبض كام وهوصل لايه، هو ده اللي هيكون بيوصلك معانا. خطة عمولات اوريفلام هي المستويات، بعد كده الالقاب، ودي تايتل اعلى. المستويات 6% 600 نقطة، 9% 1200 نقطة، دي النقط اللي مطلوب منك تحقيقها انتي والتيم اللي هيدخل معاكي. انتي مش مطالبة انك تعملي نقط غير بس 100 نقطة الشخصية بتاعتك، اكتر من كده لا. المستوى اللي بعده مستوى مانجر 2400 نقطة، اللي بعده 15% 4000 نقطة، المستوى اللي بعده 18% 6600 نقطة، واعلى مستوى في المستويات في اوريفلام 21% 10000 نقطة. طيب تقدري تطلعي كل شهر مستوى جديد، يعني تقدري تعملي المستويات ال6 دول في 6 شهور. يعني تقدري تعملي في 6 شهور من 300 جنيه لحد 8000 جنيه واكتر. المكافأة بتاعت 21% بتوصل ل 12000 جنيه في الشهر. طيب المستويات دي هي محتاجة خطوات معينة تمشي عليها، وده هناخده في الاجتماع بتاع بكرة. ايه الخطوات بالتفصيل، هشتغل كام ساعة في اليوم، هعمل اعلانات قد ايه، هحضر الاجتماعات كل يوم ساعة. طبعا ده مهم جدا ان انت تتعلمي. هندربك على كل حاجة، هنديكي اعلانات، هنديكي جروبات تنزلي فيها الاعلانات، هنديكي منتجات عروض حلوة وسهل ان انت تسوقيها، هنعلمك كل حاجة وندربك على كل حاجة انتي والتيم بتاعك اللي هتدخليه. عايزين نبص كده بصة سريعة على تدرج المكافأة. انتي في شهر واحد من 300 جنيه تقدري توصلي ل 700، يعني اكتر من ضعف المرتب، يعني 400 جنيه زيادة تاخديهم في شهر واحد. طيب لو انتي 700 جنيه ممكن الشهر اللي بعده تبقي 1500 1200 او 1500. ده طبعا تضاعف كبير جدا في المكافأة في شهر واحد. طيب من 1200 ل 3500، يعني عديتي ال 2000 جنيه في شهر فرق بين المستوى اللي قبله والمستوى اللي بعده. من 3500 ل 5000 جنيه تقدري في شهر واحد تكوني بتقبضي 3.5 توصلي ل5، يعني 1500 جنيه فرق بين المستوى اللي قبله واللي بعده. وهكذا طبعا اعلى مستوى بتوصلي له 8000 جنيه وانتي كنتي بتقبضي 5، فالرقم كبير جدا. انهي وظيفة يا جماعة، خلينا نتكلم بصراحة، انهي وظيفة او انهي شغل ممكن يزود مرتبك في شهر واحد
1000 جنيه، مش هقول لكم 3000. انهي وظيفة ممكن توصل مرتبك في شهر من 2000 جنيه فيما فوق؟ ده الابليكيشن اللي هيكون عند كل واحدة جديدة عندنا في الشركة. ده توثيق للكلام بتاعي. ده اسمي رباعي واللقب بتاعي والمكافأة بتاعتي الشهرية. كل حد هو معانا النهاردة انتي في اقوى بيزنس موجود على مستوى مصر كلها، تقدري تحققي منه احلامك. انا في 4 سنين ركبت عربية، انا في 4 سنين بقى مرتبي حلو جدا، انا في 4 سنين قدرت اساعد ناس كتير جدا توصل. انتي في شغل قوي جدا، بس اي شغل هو محتاج منك تمن تدفعيه علشان تعرفي تنجحي. لازم تشتغلي عدد ساعات محترم، لازم تتعبي شوية في الأول، لأن في الأول طبيعي إن مفيش حد بيوصل يعني 7 سلالم في سلمة واحدة. لازم تطلعي أول سلمة وتتعلميها وتتعبي فيها، وتطلعي التانية والتالتة والرابعة لحد ما توصلي لكل أحلامك. محتاجة ان انتي تكوني ملتزمة بالاجتماعات يوميا هنا على الشات، محتاجة ان انتي تكتبي كل كلمة لانك هتحتاجيها في شغلك بعد كده. لو انتي فهمتي واستوعبتي، ابدأي شغل من دلوقتي، ابدأي تنزلي اعلانات ودخلي اعضاء معاكي، ابدأي جمعي الاوردر الشخصي بتاعك. ان شاء الله يوم